بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. أحبتنا الكرام، بعد التوكل على الله في الزواج واختيار الشريك المناسب وتجاوز كل العقبات التي تقف أمام مشروع الزواج، يدخل الزوجان عش الزوجية من خلال عقد النكاح. وللأسف الكثيرون يعتبرون عقد النكاح مجرد مراسم وطقوس، لكنها في الحقيقة عقد وأيمان وإقرار منكما بكيفية إدارة البيت. ارجع بذاكرتك إلى الوراء قليلا إلى مجلس العقد. هل كنتما ترددان خلف المأذون: زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله؟ على كتاب الله وسنة رسوله، إذن أنتما أقررتما ووضعتما برنامج الحياة، وأهم أمر في الحياة الزوجية وفق القانون والهدي الذي أقررتم به كتاب الله وهو القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف، أي بالأخلاق الحسنة التي تجعل من البيت جنة وتجلب السعادة للحياة الزوجية. الأخلاق الحسنة تحدثنا من خلالها في القواعد الشرعية والإنسانية للسعادة الزوجية، وذكرنا فيها أولى القواعد أمس: قاعدة التغافل والتجاوز والإغضاء. واليوم نحن في صدد القاعدة الثانية، وهي قاعدة قد تكون هي صلب الحياة الزوجية في الإسلام، هي مهمة المهمات، ألا وهو الاحترام المتبادل بين الزوجين. في لقاء سابق تحدثنا عن الحب وعن إصرار بعض الشباب على الزواج عن طريق الحب، لكن الحقيقة المقررة علميا وعمليا أن الحب ليس شرطا للسعادة الزوجية ولا للزواج أصلا. كثير من علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الشريعة أيضا اختلفوا في أهمية الحب في الحياة الزوجية. البعض منهم قال أن الحياة الزوجية الخالية من الحب ليست حياة سليمة كما أنت ترددها وكما يزعمها الكثيرون. لكن الغريب والعجيب أن طائفة كبيرة جدا من العلماء يرون أنه لا قيمة لوجود الحب بين الزوجين ولا أهمية للحب وحده في السعادة الزوجية، حتى أنهم كانوا يرددون بقولهم: البيت الذي يبنى على الحب وحده يكون كمثل بناء ضخم من الملح بني في مصب نهر لا يوشك أن ينهار. الحب الذي هو الحب الذي أخذ بعقول الكثيرين، الحب الذي من الحب ما قتل ومن الحب ما أمرض وأتعب. هذا الحب فيه خلاف بين العارفين والمختصين كوسيلة يمكن الاعتماد عليها للحياة الزوجية السعيدة. بينما اتفق جميع العلماء قاطبة من المسلمين ومن غير المسلمين، من الأقدمين ومن المعاصرين بيننا، على أن الحياة الزوجية لا تكون سليمة إلا بالاحترام المتبادل بين الزوجين. اختلفوا في الحب، لكنهم لم يختلفوا في قضية الاحترام بين الزوجين، لأن الاحترام بين الزوجين هو قيمة في حد ذاته لا بد من الحفاظ عليها ومراعاتها. فالحياة التي يهين فيها أحد الزوجين الآخر بالألفاظ والتصرفات ولا يراعي مشاعره وأحاسيسه لا هي حياة ولا هي زوجية
ولا يمكن أن تستمر، بل لا نبالغ إذ قلنا أنه من الخطأ أن تستمر أصلا. الاحترام حق للإنسان، لأي إنسان مهما كان هذا الإنسان، فضلا عن كونها زوجة أو زوج. والبحث عن الاحترام دافع إنساني وسنة ربانية في الكون، وفي سبيل الحصول على الاحترام نبحث نحن بني البشر عن شهادة علمية أو عن منصب حكومي أو عن جاه اجتماعي، كل هذا من أجل إرواء حاجة الاحترام فينا المغروزة في الإنسان، التي نترجمها في مصطلحاتنا الشعبية بكرامتي. كرامتي احترامها وإهانتها غالبا ما تكون شعورا، ولذلك ينص العلماء على أن الاعتداء على صورة الإنسان المعنوية هي أبلغ من الاعتداء على صورته الحسية الجسدية. لذلك الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: طعن اللسان أعظم من طعن السنام، لأن بلسانك بسنامك أنت تجرح جسدي، وهذا الجرح سيندمل بعد أيام، لكن الجرح الذي ألقاه من لسانك إنه يصب مباشرة في شعوري، في كرامتي، في احترامي لذاتي وكياني. فالاحترام المتبادل بين الزوجين هي القاعدة الثانية من قواعد السعادة الزوجية، ويتجلى الاحترام في عدة أمور، منها احترامك يظهر في حوارك. قد يعيش الكثيرون من الأزواج داخل بيت واحد حياة تعيسة وخالية من المشاعر والسعادة بسبب أنه لم يتعلم الحوار مع الطرف الآخر ولا احترم وجهات نظر الشريك. البعض متأثر ربما بثقافة باب الحارة، إصداء الأوامر وإصدار التعليمات وشكلين ما بحكي، لكن إقرارنا وتعلمنا أننا كشريكين وكزوجين مختلفين بحكمة الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل، خلقنا مختلفين في وجهات نظرنا، وعند حدوث المشكلات أو عند البت في موضوع ما يظهر الاحترام المتبادل بين الزوجين من وجهتين: أولا من خلال اللجوء إلى الحوار وليس إلى إصداء الأوامر وشكلين ما بحكي. ثانيا من خلال الالتزام بآداب الحوار نفسه. نحن تحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة سابقة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أي العقل والتفكير المختلفين. فاستمتع، كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمتع بها على عوجها، أي على اختلافها في وجهات نظرها وفي نظرها إلى الأمور. استمتع بها على عوجها من خلال اللجوء إلى الحوار، لأن الحياة الزوجية السعيدة تبنى على الحوار. حياة زوجية بلا حوار لا تنفع. الحوار من أهم مقومات التواصل بين الناس عامة وخاصة بين الأزواج، حيث يستطيع كل واحد منهما أن يعبر للآخر عن مشاعره وأحاسيسه من خلال الحوار، ما يحب وما يكره. فالله تعالى جعل الزواج استقرارا وسكينة ومودة، ولا يكون ذلك إلا بالحوار. الحوار يقوم على حاستي الأذن واللسان، وهذا مهم جدا. حاول أن تصغي في الحوار، لأن الاحترام الذي نتحدث عنه يظهر من خلال الإصغاء والاستماع لما يقوله الشريك. وكما قيل: كلنا يجيد الإلقاء، ولكن قليلون من يجيدون الإصغاء. اصغي حتى تفهم المراد، استمع حتى تفهم وتفهم. هذه نقطة مهمة جدا.
واللسان الآلية الثانية للحوار. كن محددا فيما تريد قوله. للأسف الكثير من المشكلات الزوجية تكون بسبب أن الشريكان يفتحان موضوعا أو يتناقشان في موضوع ما، لكن المواضيع الجانبية هي التي تأخذهم بعيدا عن صلب الموضوع وتؤدي بهم إلى عدم الوضوح وبالتالي إلى عدم التفاهم. البعض تحدثه في أحد القضايا تجده يدخلك إلى مئات القضايا الجانبية. تتحدث مع زوجتك بمشكلة ما تجد نفسك تخرج من الحوار ب100 مشكلة أكبر منها. نحن يجب أن لا نبتعد أبدا عن نقطة الحوار، وأحيانا لما نبتعد عن أصل المشكلة وعندما لا نفهم مراد بعضنا نقع في الكثير من المشكلات. يروى أن قاضيا حضر إليه عروسان لعقد النكاح، فذهب الرجل بالشهود وبالعروس وبولي أمرها إلى القاضي، فسأل القاضي ولي العروس: بنتك هذه بكر أم ثيب؟ فقال الرجل ولي الأمر: لا، ليست ببكر. هنا ركب الشيطان رأس العريس، لأنه جاء ليتزوجها على أنها لا زالت بكرا وأنها لم يسبق لها الزواج. فأدرك أحد الحضور الأمر وأيقن أن ولي الأمر يتحدث في موضوع آخر وفي شأن آخر، فقال له: هذه البنت ماذا تقصد عنها ببكر؟ قال: أقصد أنها ليست أولى أولاده. فقال: لعنك الله، إنما يريدها للزواج يا رجل، فهل هي بكر أم ثيب؟ فقال: هي بكر. انظر إلى التداخل هنا في الكلام. بسبب هذه المسألة لم تكن واضحة للطرف الآخر، كاد بالعريس أن يذهب ويترك عروسه في مجلس القضاء. فقضية تحرير المعنى وعدم الابتعاد عن نقطة الحوار أمر مهم جدا. بل الأنكى من ذلك أن تندلع حرب هوجاء في البيت من لا شيء. ابن الجوزي له كتاب باسم أخبار الحمقى والمغفلين، يروي فيه أن رجلا كان يجالس زوجته ويتحدثان، فقالت له زوجته: يا أبا فلان. وانظروا الآن إلى حماقة المرأة وإلى حماقة الرجل وإلى حماقة من معهما أيضا ومن ذهب إلى الصلح بينهما لقضية ليست موجودة أصلا. المرأة تقول لزوجها: لئن رحل الحي من الغد والله لأتبعن خيامهم ثم لآخذن صوفها فلأنفشنه ولأغسلنه ولأبيعنه ولأشترين لنفسي بعيرا وأرحل به مع الحي. غدا عندما ترحل أهل الحي، عندما يرحلون، سأذهب وأجمع القماش الذي من خلفهم وأغسله وأنظفه وأجعله صالحا للبيع وأبيعه وأشتري لنفسي به بعيرا أركبه وألحق بأهل الحي. فقال الزوج لزوجته: لعنك الله، أتراك تاركني وأولادي بالعراء؟ قالت: نعم. الزوج يلعن زوجته: أنك سوف تبيعين وتشترين بعيرا لك وتترحلين وتتركني أنا والأولاد هنا. تصايحا. هنا قدمت أم الزوجة إلى بيتها وهما يتصارعان في هذا الموضوع، فقالت لهما: ما شأنكما؟ فحكى لها الزوج الحكاية. أم الزوجة نادت للناس وجمعت القبيلة من حولها وقالت: انظروا إلى ابنكم هذا يضرب ابنتي على كد يمينها وعلى عرق جبينها وعلى رزق رزقها الله وعلى بعير أبعرها الله. وكل هذه المشكلة في الهواء، لا الحي رحل ولا هي اشترت البعير ولا هي تركت الزوج أصلا. إذا نقطة مهمة جدا، تحرير نقطة الحوار. فاللسان ثاني آليات الحوار. للأسف الكثير يستخدم اللسان في الحوار لكسب نصر، فتراه يبتعد
عن أي احترام يقول لزوجته: إيش فهمك؟ ليش أنت عندك عقل؟ وليش أنت بتفهمي في هذا الموضوع؟ هذه زوجتك أيها الزوج، وهذا تقليل من شأنها وتقليل من مكانتها. الاحتقار بين الزوجين تؤدي لكارثة أيها الأحبة، هي ذنب في حق أخيك الإنسان، في حق أخيك المسلم، فكيف بزوجتك التي هي شريكتك في الحياة؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: بحسب أحدكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيكم من الذنوب التي تسود الوجوه أمام الله عز وجل أن تحقر أخاك المسلم، فضلا عن زوجتك، أم عيالك، شريكتك في الحياة، التي تكون سكنك، والتي يجعل الله سبحانه وتعالى بينكما المودة والرحمة. فربما الذي تحقره يكون هذا أعظم عند الله منك. هذه الزوجة التي تستهين بها وتحقرها ربما هي أعقل منك، وربما هي أعظم مكانة عند الله عز وجل منك، وربما هي أفقه منك في هذه المسائل. ولنا في رسول الله القدوة الحسنة، وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وقد عمل بمشورتهن، وهو نبي الله. في صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين كان من شروط المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل المسلمون في هذه المرة مكة لزيارة الكعبة المشرفة، وأن يعودوا في العام القادم. بعد أن فرغوا من كتابة الوثيقة، وثيقة صلح الحديبية، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن ينحروا وأن يحلقوا الرؤوس، لكن لم يقم أحد من الصحابة بذلك. كرر النبي صلى الله عليه وسلم طلبه بالنحر والحلق 3 مرات ولم يجبه على ذلك أحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمة زوجته أم سلمة وحكى لها القصة أن أحدا من الصحابة لم يستجب، فكان من مشورة أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت: يا رسول الله، اخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر ذبيحتك وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بمشورتها، ذهب مباشرة فذبح ذبيحته ودعا الحلاق فحلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من المسلمين إلا أن نحروا وأن حلق بعضهم لبعض. للأسف مجتمعاتنا لا تستسيغ هذه الأمور، ويرددون على ألسنتهم: شاوروهن وخالفوهن. والأنكى أنهم ينسبون هذه المقولة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح نسبته إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد حكم عليه كثير من العلماء بالوضع، أي حديث موضوع، بمعنى أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم حياة زوجية سعيدة، لكن أرزاق الله لا تنال من دون سبب، لابد من الحركة والأخذ بالأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أسباب سعادتكم الزوجية أن يكون الحياة بينكما قائمة على المعاشرة بالمعروف بالخلق الحسن، وعلى أسس وقواعد لا بد منكما العمل بها. تحدثنا عن القاعدة الأولى وهي التغافل والتجاوز والإغضاء، والقاعدة الثانية التي شرحناها اليوم الاحترام. احترموا زوجاتكم وأظهروا هذا الاحترام، وخصوصا في البيت، وخصوصا عندما يكون الصغار من حولكم، وأفضل من ذلك كله عندما تكونان لوحدكما. وأنتن أيتها الزوجات احترموا أزواجكن وبالغوا في احترامهم. يرزقكم ربي السعادة الزوجية، وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.